يوسف وهبي عميد المسرح الذي جلس على كرسي الاعتراف في مذكراته. يعد الفنان القدير يوسف وهبي واحد من أبرز رموز الفن المصري والعربي وأحد الأعمدة الأساسية التي قامت عليها نهضة المسرح والسينما في القرن العشرين، فقد ترك بصمة لا تمحى في تاريخ الإبداع العربي من خلال أعماله التي جمعت بين التمثيل والإخراج والتأليف، مقدما رؤية فنية سبقت عصره. وتحل اليوم 17 أكتوبر ذكرى رحيل يوسف وهبي ال43، حيث وافته المنية سنة 1982 بعد مسيرة فنية لعقود طويلة قدم خلالها إسهامات ضخمة في تطوير الدراما المصرية ووضع أسس المسرح الحديث ليظل اسمه علامة بارزة في سجل رواد الفن العربي. في البداية هنقول اتولد الفنان الراحل يوسف وهبي في 14 يوليو سنة 1898 بمدينة الفيوم لأسرة ميسورة الحال، وكان والده من أعيان المحافظة. يوم الآن يسير ابنه على خطاه في مجال الزراعة. تلقى يوسف تعليمه الأول في كتاب العسيلي، ثم التحق بالمدرسة السعيدية قبل أن ينتقل إلى المدرسة الزراعية، إلا أن شغفه بالفن بدأ في سن مبكرة عندما شاهد عرضا مسرحيا لفرقة الفنان اللبناني سليم القرداحي أثناء وجوده في مدينة سوهاج، فكانت تلك اللحظة نقطة التحول الكبرى في حياته، إذ سحر عالم المسرح بما يحمله من إبداع وتمثيل حي ليقرر من وقتها أن الفن هو طريقه في الحياة. ومن هنا بدأ يوسف وهبي رحلة البحث عن ذاته الفنية، ووضعا أمامه حلما واحدا هو أن يصبح من رواد المسرح والسينما المصرية، وهو ما تحقق لاحقا بجدارة. بدأ يوسف وهبي مشواره الفني بخطوات بسيطة لكنها مليئة بالشغف، إذ كان يلقي المونولوجات ويؤدي التمثيليات القصيرة في النادي الأهلي، وأثناء دراسته بالمدرسة كما جرب لفترة وجيزة العمل كمصارع تحت إشراف البطل المعروف عبد الحليم المصري، وهو ما أكسبه قوة بدنية وثقة على خشبة المسرح ساعده لاحقا في أداء أدواره التمثيلية وبتمكن طبعا وحيوية. ولم يكتفي وهبي بتجاربه المحلية، بل دفعه طموحه الفني الكبير إلى السفر نحو إيطاليا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، سعيا وراء تطوير موهبته وصقلها بالدراسة الأكاديمية. هناك تتلمذ على يد الممثل الإيطالي الشهير كيانتوني الذي أثر في تكوينه الفني ومنحه أساسا تمثيليا راسخا، جعله من أكثر الممثلين إتقانا لأدواتهم على الساحة العربية عند عودته. وبعد عودته إلى مصر بدأ وهبي مرحلة جديدة من مسيرته، حيث عمل في فرقة حسن فايق قبل أن يؤسس فرقة رمسيس المسرحية التي كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ المسرح المصري، كما أسس شركة رمسيس للإنتاج السينمائي التي قدمت مجموعة من الأفلام الهامة وساهمت في تطوير صناعة السينما في مصر. ولم يكتفي يوسف وهبي بالتمثيل فقط، بل برع أيضا في التأليف والإخراج المسرحي، مقدما أعمالا تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية بجراءة غير معتادة آنذاك، مثل مسرحية كرسي الاعتراف وأولاد الفقراء. كما شارك في تأسيس استوديو النحاس، وأدار فرقة المسرح العربي الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى لاحقا، ليؤكد مكانته كأحد الرواد الحقيقيين للفن المسرحي والسينمائي المصري الحديث. وبدأ وهبي أولى خطواته الفنية على خشبة المسرح، حيث أسس في سنة 1923 فرقة رمسيس المسرحية مع عدد من الممثلين، منهم عزيز عيد ومختار عثمان وحسين رياض وأحمد علام وفتوح نشاطي وزينب صدقي وأمينة رزق. واستمر نشاط يوسف وهبي المسرحي لأنه قرر طرق أبواب السينما سنة 32 من خلال فيلم أولاد الزوات الذي قدم خلاله دور البطولة وشاركته الفنانة أمينة رزق. وقدم بعدها الفنان يوسف وهبي عشرات الأعمال السينمائية المميزة، حيث كان مشوار زاخر جدا بالروائع لتقديمه العديد من الأعمال والأدوار المتفاوتة، حتى أنه كان صاحب أول فيلم رعب في تاريخ السينما المصرية وجسد من خلاله دور الشيطان. وقدم يوسف وهبي في فيلم سفير جهنم إنتاج سنة 1945، والفيلم جاء من بطولته وتأليفه وإخراجه وينتمي لنوعية أعمال الرعب. وعلى الرغم من فقر الإمكانيات في تلك الفترة، إلا أن الفيلم جاء بجودة جيدة وحقق غرضه وهو الرعب. وقدم يوسف وهبي العديد من الأفلام للسينما، ومن أشهر أعماله فيلم أولاد الزوات وفيلم إشاعة حب وفيلم رجل لا ينام. وتم تكريم يوسف وهبي بالعديد من الجوائز والأوسمة على مدار حياته الفنية، إذ حصل على جائزة الدولة التقديرية في مصر وسام الجرايد أوف سيسي من ملك المغرب، كما نال الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون تقديرا لإسهاماته الكبيرة في مجال الفن. تزوج يوسف وهبي 3 مرات، وعلى الرغم من نجاحاته الكبيرة في مجال الفن إلا أنه لم يرزق بأطفال، ولكنه عاش حياته
أو حياة مفعمة بالتقدير والإنجازات. ومن الأسرار المثيرة في حياة وهب الشخصية أنه كان مقامرا شرها، ولم ينكر هذا الأمر حيث اعترف بذلك في مذكراته وقال: أنا لا أدعي أنني كنت قديسا أو راهبا في محراب أو متصوفا أو معصوما من الخطأ والشهوات، لكنني كغيري أيام الشباب والفتوة كنت أستجيب أحيانا للإغراء والجمال في شيء من النهم، لكنني لم أشرب الخمر ولم أتعاطى المخدرات ولم أرتكب موبقات سوى حبي السابق للقمار الذي سلبني عشرات الألوف. وكان يوسف وهبي حريصا على ممارسة القمار في الصالات والكازينوهات، بالإضافة للرهانات على سباق الخيل التي كانت من هوايات الطبقة الغنية في هذه الفترة، الأمر الذي خسر بسبب وهبي الكثير من أمواله.